حبايب قلب عاملين يا رب كلكم تكونوا بألف خير. دي تاني مقدمة بصورها للباليت الاي شادو اللي معانا النهارده. اول واحدة خلاص هتتمسح لان انا لما صورتها ما كنتش لسه جربتها، فكنت مطبلة جامد قوي. ليه بقى؟ لان الباليت دي كانت صنع في مصر، لان الباليت ما عجبتنيش. انتوا متعودين مني بحرق لكم المقدمه قبل ما نبدا الفيديو، بس كنت بقى شغاله بقى يلا يا وادي خواجه، يلا يا بنت خواجه، شوفوا الاي شادو بتاعهم من الدنيا بيعمل ايه، ونعمل ماز فتعالوا بقى شوفوا. هي ما عجبتنيش ليه؟ عشان هي سعرها كان 65 وصنع في مصر، فانا يعني يلا بينا نبدا الفيديو. اهم حاجه قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تظبطوني بلايك كبيره، تشتركوا كمان في القناه لسه ما اشتركتوش، وتسيبوا لي كومنتاتكم الحلوه، ويلا بينا نبدا الفيديو. استخدم اول حاجه البرايمر ده بتاع شي جلام، بس عشان يديني كده ترطيب. وللفاونديشن هستخدم الفاونديشن ده من روبي روز، اللي هو اللاين بتاع فيلز. الدرجه دي كانت 30 اميندو تقريبا. زي ما اتفقنا بقى، عشان خاطر لو في بنات جديده يعني بتشوف الفيديو، ان احنا هندخل المنتجات الدراج ستور مع المنتجات اللي هي الاقتصاديه، عشان خاطر منتجات الدراج ستور اللي عندنا نخلصها. ماشي، هنحط كده الفاونديشن، هوزعه بس كده ايه بالفرشه سريعا. نلحق بقى ندفي الوش شويه. هستخدم الكونسيلر، هو ده كونسيلر مش كونتور، من فلورمار، درجته 70 دارك. بصوا ده كده بيكون شكله. انا جايبه درجه غامقه عشان استخدمها ككونتور. ونلحق بقى نصلح اللي دمروا الفاونديشن. هو الفاونديشن حلو قوي بتاع فيلز ده، بس درجته فاتحه عليا شويه، وغير كده هو بيعمل فلاش باك، لان انا شايفاه في المرايه الدرجه مش اوفر قوي زي ما هي باينه. يعني الموضوع مش اوفر كده، يعني انا شايفاني شبح قوي، شبه اللي هو الجوست. فلا هو واضح جدا ان هو بيعمل فلاش باك يعني. ونبتدي بقى ندمج. وهستخدم البلاشر الكريمي ده من مايت سينما، ده درجته 106. هي الدرجة تبان لكم فاتحة، بس هو بيجمنت قوي وخطير اللي هو البلاشر ده. بيجيلي بقى كومنتات، وانتي بقى ايه معلية البلاشر قوي ليه؟ انا بحب احطه عند حواجبي. انا بحب البلاشر يبقى مالي وشي كده. لا بس هو انا بحطه كده عشان لما بحط عليه الكونسيلر بيروح مظبطه، وانا بحبه ان هو يكون الدنيا حلوه كده وخدودي مورده ووشي كله محمر. متسلخ مش محمر. نيجي دلوقتي للكونسيلر. هستخدم بقى الكونسيلر ده من كارلا روز، درجته 104. ومش هنكتر عشان كارلا روز تقيل، يعني شويه اللي نحطهم دول يعتبروا كتير كمان، فمش هنكتر منه ابدا. ونبتدي بقى نوزعه. وهثبت الوش كله. هستخدم اللوز باودر دي من MN، دي الدرجة اللي هي 1 البنانا. نيجي بقى للكونتور، وهستخدم الكونتور ده من ميني ستار. ده كده بيكون شكله 4 درجات، انا باخد الدرجة دي كده. هستخدم البلاشر ده بتاع بريتي وومن، دي درجته 3، وهاخد الدرجتين دول كده. هنيجي بقى للمنتج المهم اصلا بتاع النهارده واللي عملنا عشان الفيديو، هي الباليت الاي شادو دي من MR. ده كده بيكون شكلها، ودي كده شكل الدرجات بتاعتها. تمام، الدرجه دي والدرجه دي والدرجه دي والدرجه دي دول شمر، وباقي الدرجات مط. مكتوب انها صنع في مصر، اسم البراند ميمي روز، فصنع في مصر، فان شاء الله ان شاء الله تطلع خطيره. فتعالوا بقى بينا نشوف هنعمل ايه ونقول بسم الله. بصوا، اول حاجه هي ما فيهاش لون يستخدم كلون انتقالي، لان انا زي ما بقول لكم ان الدرجه دي ودي انا المفروض كنت استخدمهم انتقالي، بس دول درجتين شمر. تمام اهو درجات شمر، فمش هينفع نستخدمهم كلون انتقالي. فهاخد الباليت بتاعه الكونتور عادي اللي احنا استخدمناها، اللي هي دي من ميني ستار.
وهاخد الدرجة دي كده واستخدمها بفرشة دمج، هستخدمها كلون انتقالي عادي جدا يعني. ونبتدي نحط لون الكونتور، ندفي بس بيه جفن الثابت عندنا. هاخد فرشة دمج كده ده شكلها، وهاخد الدرجة دي كده وهطبطب اللون كده في اخر العين، ونبتدي ندمجه. هاخد كده ميكس بين الدرجة البني دي والدرجة دي كده، وبرضو هحطهم كده في اخر العين. بصوا هو في كلام كتير هيتقال بس خلينا نكمل. هاخد بقى مثلا اللون الشمر ده، او خلينا في اللون ده تمام، ونحطه في اول العين، ونحاول نقفل العين على كده بقى خلاص. بنفس بقى الفرشه الصغننه وباللون ده كده خلاص مش هنوجع قلبنا، ونحطه تحت العين كده. انا ما اعرفش بقى هيبقى باين لكم اللي هنا ده ولا ايه، بس ان شاء الله يبقى باين يعني. خلينا نكمل خلاص، هي كده ايه جابت اخرها. هشيل بس كده الفلاوت اللي وقع من البالت. هاخد بعد كده الكحل البني ده بتاع روزبيري ونحط كده جوه العين، قال يعني هو ده اللي هيعدل الميله. هاخد بقى فرشه كده صغننه وهاخد هايلايتر، اي بقى نوع هايلايتر تحبيه، احط بس كده هنا في اول العين. هنعمل نفسنا ان احنا خلصنا لوك العين اللي هو اصلا ما اتعملش، بس هنتكلم عليه في الاخر. هستخدم بعد كده الكومباكت باودر دي من جوسي بيوتي اللي هي اسمها بيبي دول، وهنضف بقى كده الوش كله. وبالفرشه ونشيل الزياده. رحت ركبت رموش، وانا كنت متعمده اركب رموش تقيله عشان تداري الخيبه بتاعه الباليت بتاعه الاي شادو. بس نداء بقى لمن يهمه الامر، لو اي حد فيكم هيشتري حاجه رموش قريب من شي ان، يبعد عن الباليت دي اللي هي اسمها GA 16 تمام. بصوا انا عايزه اقول لكم ان شكل الرموش خطير خطير خطير. بصوا شكلها، انتوا هتقولوا لي انت مجنونه ولا ايه؟ شكل الرموش تحفه، وشكل العلبه بتاعت الرموش دي على السايد بتاع شي ان تحفتين ثلاثه. انا لسه فاتحاها والله حالا، حتى ان انا لسه ما صورتلكوش اصلا فيديو مشتريات شي ان، بس انا قلت استخدم منها النهارده الرموش. مشكلتها يعني الرموش شكلها خطير، بس الشعر اللي هنا بتاع الرموش طويل طويل طويل، وهو كيرلي لجوه، فلما بتلبسوه في حاجه غلط يعني. بصوا المتفضي ده كله انا مجرباه ولا رمش ظابط، وغير كده لما بتحطوه على العين بيبقى يعني واخدين نفس الرمش تمام، بيبقى عين شكل وعين شكل. بصوا جربت كام واحده، وده كده دول كده اتنين لازقين في بعض، كل دول مش ظابطين. ف ابعدوا بس عن GA 16 لغايه بقى ايه اما اشوف حكايتها معانا ايه. خلينا في النيله بتاعه الباليت النهارده، مش هيبقى نيله باليت ورموش، فابعدوا عن GA 16 من شين لغايه اما نيجي الفيديو المشترك. بقى نكمل بقيه الميك اب. خلاص اللي حصل حصل. فهستخدم دلوقتي الروج بتاع مايت سينما ودرجته 204. كان فيه طموحات واماني كبيره. وهستخدم السيتنج سبراي ده بتاع شي جلام، ونطر القعده بقى شويه وننزل عليه بسرعه بالهايلايتر ده. هستخدم اكبر هايلايتر في الحياه، هو الهايلايتر ده بتاع ريفوليوشن، اسمه برو إليمونيت تمام. فمعنى ان هو مكتوب كده ان هو يعني ما فيهوش جليتر خالص، وفعلا ما فيهوش جليتر نهائي. بس الدرجه دي بتبقى يعني محتاجه بنات افتح مني كمان، يعني هي الدرجه دي شويه عليا بتبقى فاتحه، بس في الاضاءه ما بتبقاش باينه. بس يعني لو انا هستخدمها في الحياه يعني العاديه فعلا هخرج بيها، لا بصوا عايزه حاجه اغمق من كده، بس هي في الاضاءه طبعا بتبقى الدنيا حلاوه. بصوا هو الروج بتاع مايت سينما ده اللي هو شكله ده كده عمال يلزق، بصوا. فهحط عليه اي جلوس بقى، خلاص خربانه يعني نعمل ايه؟ ده ايه ده
اللي هو البتاع اللي بيكبر الشفايف بتاع كاريت، انا كنت جايباه دلوقتي فاكره ان هو جلوس، لا ما طلعش جلوس، بس عادي مش مشكله، خليه يحرق لي شفايف عادي، كده كده خلاص خربانه في الفيديو ده. البتاع ده ريحته حلوه قوي، ريحته فراوله كده ولا حاجه كده. المهم نخش بقى على الريفيو المتين بتاع الباليت. يلا بينا. في الاول انا قلت لكم انها صنع في مصر صح، فانا حاسه ان انا هبقى بنت عاقه ان انا هقول لكم ان الباليت دي وحشه قوي محدش يشتريها، بس هو ده الريفيو بتاعها، شكرا. لا هو بجد الباليت مش حلوه، اللي هي من ار دي هو حتى لو في منها درجات تانية ما تجواش، هي في العموم الباليت وحشه قوي. الالوان المات اللي فيها دي عباره عن طباشير، يعني هي الرموش بس انا ركبتها تستر تستر الميك اب بس عشان يبقى شكله حلو. لكن الالوان المات اللي فيها الطباشير، الالوان الشمر اصلا مش موجوده اصلا، يعني خلينا نعمل كده 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 اوكي، هما ممكن يبانوا هنا بس هي الالوان اوكي، يعني لو هنفترض انها كده المفروض دي تكون الوان شمر، يعني لو هنفترض، بس الالوان الشمر برضو نفسها شمر، مجرد ما بتيجوا تدمجوها زي ما حضراتكم شايفين هو اللون خلاص اللون بيبقى بخ. ف بكل المقاييس لا الباليت مش حلوه، هي ب 65 جنيه وكتر خير الدنيا يعني في حاجه ب 65 جنيه، بس انت اكنك بالظبط رميتي ال 65 في الارض، انت ولا استفدتي بمات فيها ولا بشمر ولا سامحيني يا ام الدنيا، بس لا الباليت مش حلوه خالص، محدش يجيبها اللي هي ام ار. لا الباليت مش حلوه بصراحه، يعني ما ينفعش والله حاجه واحده حتى اقول عليها انها حلوه للاسف. يعني الالوان اللي فيها طباشير بتعمل فول اوت كتير وانتي بتحطيها على العين، الشمر مش موجود، ويعتبر كمان المات اللي فيها مش موجود، يعني حتى فيها كام لون، الدرجات الغامقه اللي موجوده فيها حتى لما بتحطوها يعني حتى لو طباشير باين وطبع العين لا، فللاسف دي مش حلوه ابدا. بس كده يا حبايب قلبي، اتمنى الريفيو بتاع النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تظبطوني بلايك كبيره، تسيبولي كومنتاتكم الحلوه، واشوفكم فيديو جديد. باي.